السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده نعمل مع بعض احلى بانيه وطعمه خطير. يلا شويه نعمل مع بعض. اول حاجه كده معايا البانيه بتاعنا اللي احنا متعودين عليه، اللي احنا نغسله. اول حاجه نطلع منه الزفاره زي ما متعودين. معايا قبل كده غسلناهم كذا مره بفيديوهات كتير. معايا هنا زي شرايح كده ومقطعه كده صوابع، حتت صغيره. اي تقطيعه انت بتحبي تقطعيها قطعيها حسب اختيارك انت. وبعد كده خلاص طلعت منه كده الزفاره وغسلته وصفيته حلو قوي. وبعد كده خلاص انا كده معايا كيلو الا ربع من البانيه، ومعايا هنا كمان معلقه سكر ومعلقه ملح. كده تخلي طعم البانيه تحفه. ومعايا معلقه خل صغيره خالص عشان لو في اي زفاره ما طلعتش من البانيه دي هتطلعها وتدي طعم حلو برضو. معايا هنا ميه طماطم وميه بصل. عايزه الميه بس مش عايزه التفل صفيه وارميه. ومعايا هنا بقى البهارات عباره عن ايه: كمون وفلفل اسود وسبع بهارات وجنزبيل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا. اي بهارات انت بتحبيها حطيها، بتخلي طعم البانيه تحفه. التتبيله دي يا جماعه بتاعه الشوي جميله قوي قوي. ومعايا هنا بيضتين ومعايا حبه فلفل اسود عشان زفاره البيض طبعا. ومعايا هنا قبل ما اقول على المقادير، اول حاجه انا هعبي كده طبق كده دقيق حلو كده علشان ابدر بيه الدقيق ابدر بيه البانيه. دي الكفر الاولاني. وبعد كده معايا هنا 5 معالق من الدقيق ادهم فيجيتار. ومعايا كده كوبايتين من البقسماط ناعم. دي الطبقه التانية بتاعه الكفر بتاع البانيه. معايا معلقتين نشا. ومعايا معلقه مرقه اللي هي البودر، ما عندكيش مش مهم ما تحطوهاش. ومعايا هنا معلقه كيك شيف ومعلقه ملح. اول حاجه انا هتبل البانيه بتاعنا. انت تبلي البانيه بتاعك قبلها بليله، يعني بيتيه بالليل من في التلاجة او قبلها بساعتين. تبليه وبعدين ايه سيبيه اعملي الكفر بتاع البانيه بتاعنا. خلاص انا كده حطيت التتبيله بتاعتنا كده. بعد كده بقى احط بقى باقي المقادير معانا. المكونات اللي هو البقسماط والفيجيتار والدقيق والبهارات بتاعتنا. خلاص ادي الطبق ده هركنه كده في جنب عشان احنا هنعمل بيه الاول، هنبدر بيه البانيه بتاعنا. واهم حاجه احط معلقه كيك شيف او اي محسن عندكم، بس معلقه مش هنحط الكيس كله، هي معلقه واحده هتدي البانيه بتاعي طراوه وهتنفشه شويه. خلاص يبقى احنا خلاص جهزنا كل حاجه. جهز كل حاجه على الرخامه كده هتنجزي وقت وتخلصي على طول. خلاص انا كده هجيب البيضتين بتاعتي بقى واحطهم في طبق. انا لقيت الطبق كده صغير فحطيته حاجه واسعه عشان اخد راحتي وانا بعمل بانيه. وبعد كده احط فلفل اسود، اوعي تنسي الفلفل الاسود عشان الزفاره. اقعدي قلبيه كده على بعض كده وسيبيه برضو. وبعد كده هنجيب بقى ايه البانيه بتاعنا. خلاص هو كده اتبل. خلاص طلعيه بقى من التلاجة. انا طلعته كده من التلاجة خلاص هو كده اتبل معانا. هعمل بقى الطبقه الاولانيه اللي هي الدقيق هبدره. اجيب كده جنبي صينيه وهبدره كده كله جنبي كده. هعمل ايه كلهم يعني هعمل الكميه كلها عشان انجز وقت. ما اعملش ايه واحده واحده، لا انا هعمل كل الكميه هبدره واخلي جنبي عشان انا في الاخر الميه اللي هي بتاعت التتبيله دي انا مش هرميها. خلاص هقول لكم هنعمل بيها ايه. انا بقى ده انا ابدر كله كده. واهم حاجه لو اتبقى منكم دقيق من الطبق ده اوعي ترموه خساره. الدقيق غالي دلوقتي، وصل ل20 جنيه الدقيقه. فمش هنرميهم، هنحطهم على الفشيطار المكون التاني اللي احنا عملناه. انا كده هداني مستمره كده لحد ما اخلص كل الكميه معايا. اهم حاجه ايدك، يعني ايد تعملي بيها الدقيق وايد تعملي بيه التتبيله عشان ما تهدريش ايه باقي البتاع ده الدقيق. بعد كده حبه التتبيله اهو انا قلت لكم عليهم ما ترموهاش، حطيتها على البيض بتدي طعم خطير للبانيه. وحبه الدقيق حطيتهم هنا برضو قلبتهم اهمت. خلاص كده بعد كده هعمل بقى ايه الطبقه التانية. هجيب كده صينيه تانية برضو واخلي جنبي كده الحاجه واحط بقى ايه في التتبيله اللي هي البيض والتتبيله كده. وبعد كده احطها في الفشطار. انا هعمل كده مرتين في قلب التتبيله. انت حبيتي تعمليها مره واحده اعملي مره واحده، بس انا بحبها بتبقى ماسكه كده
يعني سميكة كده، وكمان بتدي قرمشة حلوة وحلوة قوي. جربيها هتعجبك قوي والله. حبيتي تعملي طبقة واحدة اعمليها، انا بحب كده اعمل طبقتين وتبقى حلوة قوي وفي الطعم كمان. انا هدني كده اعمل كده في التتبيله، وبعد كده في الفشطار، وارجع تاني في التتبيله، وارجع تاني في الفشطار، وبعد كده خلاص. اهم حاجه هرصيهم في صينيه كده حلو، ما تبقاش جنب بعض عشان ما يلزقوش. خلاص، عشان احنا اصلا يعني هنخلص البانيه بتاعنا، وبعد كده هنحطهم في الفريزر. على ما تخلصي ايه باقي الاكل وتخلصي كل حاجه، خليه اخر حاجه عشان ايه نقليه. لما تدخلي في الفريزر هيدي نكهه حلوه، وكمان هيدي قرمشه كمان، وهتبقى حلوه برضو. انا كده هدنا مستمره خلاص البانيه كله. اما حاجه حبه التتبيله دي اوعوا ترموها، حطوها كده مع البيض جميل قوي، وحرام نرمي اي حاجه يا جماعه. بعد ما اخلص الكميه كلها احط بقى ايه البانيه بتاعي نص ساعه في الفريزر. خلصت كده واحط نص ساعه في الفريزر خلاص، وبعد كده هطلعه وهقليه على طول. اهم حاجه اقليه على نار وسط علشان ما يتحرقش مننا. انا هقلي كده طبقين كده مع بعض، وانا هخلص باقي الكميه بعدين. خلاص على نار وسط. خلاص كده قريت كده طبقين، وادي البانيه معانا اهو. حلو قوي يا جماعه، جربوه هيعجبكم ان شاء الله. والله تحفه، طعمه اكن فراخ مشويه، وحاجه جميله قوي قوي قوي. لو عجبكم بقى البانيه بتاعي، اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. كومنت حلو كده منك يا جميل، ولايك حلو كده. جربيه كده زي ما قلت لك كده نفس الطريقه، وان شاء الله هيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. سلام.